واو يا جماعة، بجد بجد النتيجة تحفة 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 تحفة. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده قررت ان انا اعمل حاجة مختلفة وجديدة، وهي ان انا اجرب الميك اب الكوري. احنا عارفين ان الكوريات بيتميزوا بالميك اب الخفيف والناعم، وفي نفس الوقت بيديهم شكل كيوت. فقررت النهارده ان انا اعمل الميك اب ده، وهشوف هل بيناسبني ولا لا. فاتحمسوا للفيديو معايا ويلا بينا نبدأ. أول خطوة عندهم ودي الأهم هي إن البشرة تكون مرطبة ومهيئة كويس. المكياج الكوري بيعتمد على الجلاس سكين اللي بتدي لمعة طبيعية ونضارة. فأنا دلوقتي بحط المرطب واسيبه يتشرب شوية. بعد كده هحط الفاونديشن اللي هو فيتمي علشان خفيف للبشرة، عشان الكوريين بيعتمدوا في بشرتهم على الفاونديشن الخفيف عشان هو مش بيبين ان هم حاطين فاونديشن اصلا. بعد كده هنستخدم محدد الحواجب وهو لون بني، علشان الكوريين بيعتمدوا في اللوك بتاعهم على اللون البني مش اللون الاسود. الخطوة اللي بعد كده جبت هايلايتر وحطيته عند فتحة العين علشان يدي شكل كيوت وبريء، عشان الكوريين اصلا بيعتمدوا الحركة دي ان هم يحطوا الهايلايتر عند العين كده علشان يديهم شكل كيوت، وده اللي بيميزهم اصلا. بعد كده هنحط الايلاينر. عارفين ان الكوريات مش بيحبوا الايلاينر المسحوب زي عندنا، هما بيعملوا خط رفيع جدا وممكن يكون متجه لاسفل حاجة بسيطة عشان يدي شكل كيوت للعين. وزي ما قلت لكم الكوريين اصلا بيعتمدوا في اللوك بتاعهم ده على ان شكل العين تكون كيوت، والشكل اللوك اصلا كله يكون كيوت. دلوقتي هنعمل عيون هادية وبسيطة جدا. هنختار ألوان مشمشية أو وردي خفيف، وهنحط لمعة بسيطة عند العين أو تحت العين كده علشان تدي إضاءة جذابة. الكوريات بيحبوا اللمعة الناعمة دي لأنها بتوسع عينهم، وبالذات بقى لو حطيتي تحت عينك دي بقى هتبقي كورية كورية حرفيا. هما بقى بيحبوا اللي هي الحتة اللي تحت العين دي تحسك انت يعني في ورم تحت العين كده، اللي هي النفخين اللي تحت العين بتاعهم ده. بتحددي الحتة دي وتقعدي بقى تحطي فيها الاي شادو بتاعك علشان يبين ان انتي كيوت وبريئة. بعد كده هنحط الماسكارا، والماسكارا بتاعت الكوريين مختلفة عننا تماما. هما بيحطوها بالطول كده علشان تخلي الرموش ماسكة في بعض، يعني الرموش تكون لازقة في بعض. وهعيد واكرر تاني الحكاية، الحتة دي بيعملوها علشان برضو يخلوا شكل عينهم كيوت، اللي هو عينك ورموشك الرمش نفسه ماسك في بعضه كده، مش مفرودة زينا، مش رموش كتير، يعني رمشين لازقين في بعض اهو زي ما بوريكم كده. قعدت بقى امسك رموشي والزقهم في بعض كده علشان يدي الشكل بتاع الكوريين اللطيف جدا، والصراحة كانت حلوة قوي وحبيتها وهعتمدها اصلا. فقعدت بقى امسك عيني كده واقعد الزق فيها في الاتنين مع بعض كده علشان يمسكوا في بعض. وبرضو عملت رموشي اللي تحت برضو لزقتها في بعض، فكان الشكل تحفة. وقت البلاشر جزء مهم في اللوك الكوري. بيحبوا الالوان الورديه الطبيعيه، وكمان بيحطوها على مناخيرهم عشان يدي شكل لطيف وشبابي كمان. فانا كمان قررت ان انا احط البلاشر ده تحت عيني زي ما الكوريين بيعملوا بالظبط، وهما بيعتمدوا الحته دي علشان يبينوا الحته اللي تحت العين دي ويخلوها كيوتة كده ولطيفه، والخدود مورده. فقعدت بقى احط هنا من تحت عيني وحطيت برضو على مناخيري، والشكل كان تحفة. بعد كده في حيلة الكوريين بيعملوها وحلوة قوي، انهم بيجيبوا الهايلايتر ويحطوه على الجبهة بتاعتهم، وكمان يحطوه على بشرتهم ويحطوه على مناخيرهم علشان يدي جلو للبشرة، وتحس ان البشرة بتلمع كده مع الميك اب. فحبيت الصراحة يعني والله. وجه وقت الشفايف. جبت البلاينر ده وحددت شفايفي من تحت على شكل قوس كده نايم. الحيلة دي الكوريين بيعملوها علشان يكبروا شفايفهم، حرفيا تحفة وجامدة قوي. بتجيبوا البلاينر ويتحددوا من تحت كده تعملوا قوس نايم، ومن فوق تعملوا قوس مفتوح شوية علشان يبين ان شفايفكم كبيرة. بعد كده بتحطوا الروج بتاعكم. الروج لازم يكون خفيف جدا جدا جدا. الكوريين برضو عندهم حيلة كمان ان هم بيعملوا الروج تقيل من جوه وخفيف من بره، ده علشان يدي شكل لطيف للشفايف ويخليها كأنها شفايف كيوتة كده موردة، عاملة زي ما تكون شفايف كده عليها خوخ. بجد حرفيا حيلة حلوة. ومجان حاطين بقى الليب جلوس، وبجد بصوا الجمال، يعني انا بجد متفاجئة. فالحتة دي بعملها على طول، شفتوا؟ روعة.
واو يا جماعة، بجد بجد النتيجة تحفة 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 تحفة، وانصحكم بيها لو انتم بتحبوا الميك اب الكوري الخفيف اللطيف الظريف ده. لا حرفيا لا، وكمان الميك اب لايق على الطرحة، فاهمين؟ فاللون وردي والخدود وردية، اللي هو بجد بجد الميك اب الكوري ده حلو قوي. انا اصلا ما بعتمدش الميك اب الكوري في حياتي، يعني على طول بحط الميك اب العادي بتاعنا. فمن اللحظه دي قررت ان انا هعتمد اللوك ده في كل مناسبه، او كل ما اروح الجامعه، او كل ما اروح اي حته هعمل اللوك ده. فحلو قوي وانصحكم بيه. وكمان اكتبوا لي رايكم في التعليقات، اللوك عجبكم ولا لا؟ بس طبعا هو عجبكم وعجبني الصراحه يعني. فبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا حلوين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيا.